بسم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا دايما بصحه وسعاده وخير يا رب ان شاء الله. في الاول قبل ما انسى، يا ريت اللي مش عامل اشتراك للقناه بتاعتي يعمل اشتراك ويفعل الجرس، ولو انتوا بتشوفوني مع الفيس تعملوا متابعه للصفحه بتاعتي على الفيس. الاول عايزه انصحكم تاخدوا بالكم من ولادكم الايام دي، لان صراحه الجو برد. اولا بدات يعني ايه البرد يجي، والولاد بيقعدوا في الفصل وبعد كده بيطلعوا في الهواء، ودافيين الصبح بيطلعوا في الشارع رايحين المدرسه. دروس، اماكن الدروس بقى ضيقه، بيختلطوا ببعض وكده يطلعوا في الهواء. فعايزين نحذر ولادنا يلبسوا الكمامات وياخدوا بالهم من بلاش الاختلاط الزايد مع اصحابهم الايام دي وزمايلهم في المدرسه، علشان الفيروس المنتشر ده. وربنا يعافي الجميع ويحفظهم كلهم يا رب باذن الله. سيدنا جبريل بيحبني. ايه مش مصدقين؟ والله. وممكن يحبنا كلنا كمان. طب ازاي بقى؟ حديث جميل قوي، وانا يعني بتصفح كده قريته في كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الله اذا احب عبد نادى يا جبريل اني احب فلان فاحببه، فيحبه سيدنا جبريل، فينادي في السماء ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحبوه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يحب عبد، يحب انسان، طبعا احنا بنتكلم دايما بالمذكر، لكن المقصود بها طبعا المذكر والمؤنث، الرجل والمراه. لما ربنا سبحانه وتعالى بيحب حد بينادي يا جبريل ان انا بحب فلان فاحبه، سيدنا جبريل يحبه. طب لما سيدنا جبريل يحبه يبقى كل السماوات والملائكه وكل حاجه تحبه، وبعد كده بيوضع لها القبول في الارض، يعني الناس بتحبه. فانا والله العظيم يعني الحمد لله، انا مش بحب اشكر في نفسي، بس بفضل الله الحمد لله، بفضل ربنا عليا احسن نعمه في حياتي ان انا دايما في ناس كتير تقول لي سبحان الله انت عندك قبول، انت اجتماعيه. في دروس السواقه، انتوا عارفين طبعا ان انا مدرب سواقه. في دروس السواقه ناس كتير تقول لي الحمد لله انت اجتماعيه، انا حبيتك، انا ارتحت لك. الحمد لله في شغلي عامه في التدريس ناس كتير تقول لي الحمد لله احنا بنحبك، عندك قبول كده. فانا بحس بفضل ربنا عليا ونعمه ان فعلا لما في قبول كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحب، لما الناس بتحبني يبقى ربنا بيحبني. فاحنا منتهى املنا واهم حاجه ان الناس تحبنا. معنى ان الناس ترتاح لفلان وتحبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. يبقى سيدنا جبريل احبه على حب الله سبحانه وتعالى، يبقى السماوات كلها احبته، يبقى الناس كلها في قبول. يعني في ناس تقول لك انا بحب فلان كده لله في الله من غير سبب، هو ده القبول. وفي ناس ربنا يعافينا تقول لك الراجل ده انا ما بحبش اتعامل معاه، ما بحبوش. شر الناس زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا، شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني الناس بتخافه بتبعد عنه، بتتقي شر لسانه، مش عايزه تتعامل معاه. ربنا يعافينا، طبعا دي حاجه وحشه خالص. فالقبول وحب الناس دي اكبر نعمه ربنا سبحانه وتعالى بيديها للانسان. يا ريت دايما نحرص عليها. مش طب انا يحبوني ما يحبونيش، انا يفرق معايا في ايه؟ انا مش عايزه من حد حاجه، انا مش محتاجه من حد حاجه. لا ازاي انا مش محتاجه ايه؟ امال احنا نجمع حسنات ازاي؟ امال احنا ازاي المتحبين، الناس المتحبين اللي بتحب ربنا، اللي بيحبوا بعض لوجه الله من غير حاجه، بيبقوا دول من السبعه اللي ربنا بيظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظل، تحت ظل العرش. الناس المتحبين في الله اللي بيحبوا بعض من غير سبب، من غير مصلحه، من غير شغل، من غير شراكه، من غير اي حاجه بتجمعهم، هم بيحبوا بعض لله في الله كده، عشان هم بيحبوا بعض في الله. فاحنا دايما نحرص ان احنا نكون نافعين لبعضنا، نسيب ذكرى كويسه. حتى لو انا في شغل، في شركه، في مؤسسه، في مصلحه حكوميه بعمل اي ورق، لو انا مسافره ركبت اي مواصله اي حاجه، التقيت مع حد، اسيب ذكرى كويسه، اسيب سمعه طيبه، اسيب علامه كويسه، ما اسيبش ذكرى سيئه، ما زعلش حد، ما اتخانقش مع حد، ما اسيبش ذكرى وحشه، اعمل موقف كويس، اكون في عون الناس، ادي خدمه لحد، انقذ حد في موقف صعب، افرج كرب حد، لان هي دي الحاجات اللي بتقعد عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ما ديت بقى بيجي حب الناس من هنا، ان احنا نكون متحابين
واسيب ذكرى كويسه عند الناس، واسيب سيره طيبه وسمعه كويسه، هي ديت الاهم حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا. وبعد موتنا السيره الطيبه والكلمه الحلوه اللي بتتقال علينا هي اللي بتنفع. هي الناس ديت لما انا اموت هم كلامهم اللي هيشفع لي عند ربنا سبحانه وتعالى. لما الناس تدعي لي بعد موتي ويشفعوا لي عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيشفعهم فيا. بيدعوا لي وبيقولوا كلام كويس عني بعد موتي، يبقى فعلا انا مش وحشه، يبقى انا ما باذيش حد، يبقى أنا الناس بتدعي لي هي بتذكرني بالسيره الطيبه. يبقى السيره الطيبه والسمعه الكويسه والكلمه الطيبه هي اللي بتقعد في الحياه وفي الموت. فدايما نحرص ان احنا ما ناذيش بعض وما نضايقش بعض، وما اسيبش اثر سيء عند حد، ما اسيبش سيره وحشه عند حد. والله ما مستحقه الدنيا كلها، والله ما مستحقه، لان الدنيا الى زوال، ومن مات قامت قيامته. يعني انا مجرد ما اموت خلاص قامت قيامتي، هتحاسب. هيجي بقى سؤال الملكين منكر ونكير. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. هبدا اتحاسب في القبر اهو، مش هستنى القيامه. ما هو في حساب القبر، في عذاب القبر وفي نعيم القبر قبل الاخره، قبل يوم القيامه. يا ريت يا جماعه يبقى كل هدفنا في الدنيا نجمع الحسنات، كل هدفنا في الدنيا نعين بعض ان احنا نخلص من الدنيا دي على خير وربنا يحسن ختامنا. نعين بعض ان احنا نعدي من مرحله الدنيا دي ونخلص منها على خير، مش نبقى ان احنا نزعل بعض ونضايق بعض ونحسد بعض ونحقد على بعض. ما هو والله ما مستحق. يا رب دايما نبقى في خير وامان وفي صحه وسعاده يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك لنا في صحتنا وفي اولادنا ويحفظنا، واشوفكم دايما على خير. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي وتفعلوا الجرس، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.